السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، يا ريت تعملوا لايك وفولو. هنعمل مع بعض الرز المبهر لكل انواع المشويات بطريقتي، وكمان ينفع للستريبس وكمان للبروست واي حاجه عموما فيها فراخ او لحمه. بس كده، ولو حابين كمان اعمل معاكم طريقه التوميه طريقه سهله وبسيطه واقتصاديه قولوا لي في الكومنتات. بس كده عشان ما اطولش عليكم يلا بينا ندخل على الطريقه. اول حاجه حطيت حوالي 4 ل 5 معالق زيت كبار، وبعدين نزلت عليهم بالبصل مكعبات صغيره بس بقى يتشوح شويه لحد ما تتبل. بعدين هنزل عليها بالجزر اللي بشرته والبسله، حوالي مثلا قد ايه كبشه بسله، مش كتير، اللي عايزين تزودوا براحتكم. حطيت ورق لورا بكسره قبل ما احطه عشان يبقى متوزع في كل حته، انا بحب كده. لازم بعد كل خطوه بحب اقلب كده عشان كل حاجه تشرب من بعض. بعدين بشرت طماطمتين او احطها في الكبه واحط معاها حطيت معاها فلفلايه حمرا حراقه سبايسي عشان بحبها سبايسي، واقلب برضو واسيبها تاخد غلوتين على النار. بعدين هنزل عليهم بمعلقه صلصه مش ياما، احط عليها قرفه، معلقه قرفه، معلقه توم باودر، بصل باودر، رشه فلفل اسمر، بهارات فراخ، كركم، معلقه كركم، وقلبتهم كده. معلقه كركم ممسوحه خالص مش كتير. هنزل بقى على كل التتبيله دي بكوبايه ونص رز. طبعا ما تكتروش قوي في الرز، ممكن يتبقى عندكم الكميه دي تكفي كوبايه ونص رز بس. بحط بقى مرقايه عشان تديها طعم، وشويه ملح في الاخر خالص بعد ما اكون قلبت الرز شويه حلوين عشان يبقى مفلفل وحلو. مش بحب الطريقه اللي انا احط بيها الرز وهو بارد ومن غير ما اقلب على طول احط الميه، لا، بحب ان انا اقلب شويه الرز عشان يبقى الحبايه مفلفله كده وحلوه. وبس كده، شايفين الحبايه مفلفله ازاي؟ دي التوميه اللي انا عملتها. لو حابين طريقتها قولولي في الكومنتات. وطبعا الفراخ دي كنا جايبين فراخ عادي، فراخ عاديه عند الراجل، ورحنا شويناها عند حد بيشوي فراخ، بس سهله جدا. وعملت انا الرز في البيت وعملت التوميه كمان في البيت. بس كده، قولي رايكم تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.